عارف الرسائل اللي بتبعت لك، اللي هي اكيد بعتت لكل الناس، الحق يا محمد تعالى، عمك لقى كنز في البلد، مش عارف لقى حته اثار في البلد، تعالى عشان نصرفها. عارف انت القصه دي؟ انا بقى لقيت كنز بجد، فبقول لك مش بعت لك اس ام اس، بقول لك في فيديو لقيت كنز بجد، ومش اثار ولا حاجه، لا كنز اكبر واوسع وما بيخلص خالص. يعني مش هقول لك بقى كنز في صندوق ممكن نقسمه مع بعض، انت نص وانا نص وبتاع، لا. انا هاخد كله وانت ترجع تاخد كله تاني، تاخد كتير، في كتير قوي خلاص. ايه تبقى الكنز ده؟ صدقه. لو انت مزنقه معاك والدنيا بايظه، او مش مزنقه، بس انا بقول لك يعني بالخصوص، في حته ايه بالخصوص، لان هي ما بتجيش في بال ناس كتير. اللي هو انا الدنيا مزنقه معايا ومعيش فلوس، الشغل واقف، او سبت شغلي، لو انا موظف مثلا، او الشغل واقف، او اتخصم مني، او انا شغال شغل حر ايا كان، فاتح محل ايا كان، فالدنيا معطله شويه، فطلع ايا كان بقى اللي عندك. تقول لي يا عم ده انا عايز اطلع، يعني بقول لك انا عايز اخد وبعد ربنا ان انا يجي لي، تقول لي طلع. اه، جرب، تخسر حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ تخسر كل حاجه. جرب، مش هتخسر حاجه. طلع، ولما تجيلك اضعاف هتفتكر مانو اللي بعت الفيديو ده، و... وادعي لي. انا مش عايز منك حاجه، ادعي لي بس. انا عاوز منك ايه؟ ادعي لي. واعمل بقى شير الفيديو ده لصاحبك عشان ما تبقاش اناني برضه، ما تبقاش انت برضه اناني ومش سالك واصفر كده من جوه. ما دام انت كمان لقيت الكنز، طب ما ده لصاحبك.